Hello for all American diploma students. هحل معاكم النهارده passage writing من امتحان ماي 2023. وهنعرف ايه هي التراكس اللي موجوده في الباسج و how to overcome it، وهنشوف ايه وهنراجع مع بعض الرولز اللي ممكن نكون ناسيينها في الامتحان. تمام؟ ده امتحان اي اس تي بتاع ماي 2023. ماشي. طبعا هنا بيقول لك هنا اول حاجه انا لازم اقرا التايتل بتاع الباسج. هنا بيقول لي speech referred on diseases of the horse، بيتكلم على امراض او انواع امراض معينه للحيوانات، وهنا الباسج mainly بتتكلم على water. تمام؟ اول سؤال عندنا كده لو هنبص هنلاقي ان هو سؤال vocabulary. تمام؟ مجرد ان انا بصيت للوردز ده سؤال vocabulary. let's بقى نشوف هنحله ازاي. طيب احنا في الفوكاب احنا we have to start، قلنا دايما we have to start the sentence reading the sentence from the beginning. يعني انا المفروض اقول لك هنا this practice occasions losses that would startle us if statistics were at hand. طيب كلمة loss اللي هي LOSS معناها ايه؟ خسارة. فلما اجي احط لها ES فبقت خسائر. تمام؟ يعني this is noun. تمام؟ هاجي بعد كده هبص على B to lose يعني ايه lose؟ يخسر. ف loses يخسر هنا this is verb. طب what do you mean by lose معناها حاجة فضفاضة، حاجة واسعة. تمام؟ طيب what about this one is totally wrong. تمام؟ لأن مفيش verb هحط في الآخر فيه double S. ماشي؟ طيب لو بصينا هنا للسنتنس بيقول لي this practice occasions losses. تمام؟ وعندي بعد كده بيقول لي that. طب هي اصلا that as a relative pronoun دايما it comes after ايه؟ after noun، ما بتجيش after verb. فبالنسبه لي this is B letter B is wrong. تمام؟ وبعد كده لما يقول لي losses طبعا انا مش هينفع اوصف practice occasions ان هي حاجه wide او حاجه يعني واسعه. ماشي، لكن ممكن اقول this practice occasion losses الخسائر. تمام؟ فهتبقى الاجابه no change. ماشي، يبقى انا عملت ايه؟ قريت السنتنس، قريت الوردز، اوكي، شفت ان انا عندي relative pronoun فاستبعدت الفيربس واستبعدت الwrong choices وبعد كده اخترت الكوريكت answer. نيجي بعد كده لنمبر 2. هو في الحقيقه يعني كتير من الطلبه عندي حلوها as if ان هي vocabulary words، وهي في الحقيقه هي عندنا هي مش based on vocabulary words او مش vocab، يعني مش سؤال vocab 100% يعني. تمام؟ هنا بيقول لك هنا while water that is impregnated with different poisons and filthy in very many instances. طيب هو انا لو بصيت اصلا هلاقي ان كلمه filthy، كلمه muddy، murky، contaminated all of them معناهم something dirty، something unclear، something polluted، حاجه ملوثه، حاجه مش لطيفه. ماشي؟ طيب which word will be correct؟ المفروض ان انت تحلها هنا based on parallelism. عشان كده يا جماعه لازم تقروا كويس جدا السنتنس وتشوفوا التفاصيل بتاعت الجمله ايه. هنا بيقول لي that is impregnated. تمام؟ فطبيعي ان انا هقول له ايه؟ contaminated، يعني عشان استخدم نفس الجرامر ستراكشر في السنتنس، وبما ان كلهم هم نفس المعنى حتى لو انت مش عارف ان هم كلهم نفس المعنى لازم هنا هنحلها according to parallel structure that is impregnated and contaminated. عشان كده بقول لك لازم نبص قوي للتفاصيل ونخلي بالنا منها. نيجي على نمبر 3. نمبر 3 accessible. تمام؟ واضح قوي برضو ان هو سؤال vocabulary. طيب تعالى هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لي considering further quantity of water required by the horse، يعني بالنسبه لكميه الميه اللي محتاجها الحصان it may be stated that when our animals have access to water، لما بيقول لك ان لما يكون الانيمال هنا able to يعني عندهم ability ان هم to drink continually they never drink to access. هي كلمة access معناها ايه؟ لما اقول لك انا عندي access على المكان الفلاني او انا عندي access على الويب سايت الفلاني يبقى انا عندي permission to do something. تمام؟ فهنا ما ينفعش اقول they never drink to access، يعني it doesn't make sense. يعني هتشرب للبرميشن او حاجة مسموح بيها ازاي؟ ف letter A is wrong.
ماشي. طيب يعني ايه اكسس؟ اكسس يعني ايه؟ او حاجه اكسسيف. اكسس يعني more than enough. يعني اكتر من اللي انت محتاجه. ماشي. واكسسبل جايه من اكسس، واكسسبل جايه من ايه؟ من اكسس. طيب هقول ايه بقى؟ طبعا هنا to، فالمفروض ان انا هقول ايه؟ ان هم they will never drink more than enough. يعني مش هيشربوا اكتر ما هم محتاجين، او مش هيشربوا اكتر من طاقتهم. فهنا بالنسبه لي هتبقى الاجابه letter B. تمام. نيجي للي بعده. واضح قوي ان this is a punctuation. ماشي. طيب عندي semicolon، عندي full stop، عندي exclamation mark، when the sentence we have question mark. طيب let's start بقى نقرا sentence from the beginning ونشوف which punctuation would be correct. هنا بيقول لك it may be roughly stated that he requires a daily average of about 8 gallons of water. تمام. بعدين question mark. Is it a question؟ هل هو سؤال؟ لا، هي it's statement، جملة عادية، ف no change is wrong. وبعدين بيقول لي if it's upon green feet، هنا بقى he started a new sentence using a using F. طيب دي sentence جديدة خالص، فهختار ايه؟ full stop. ليه؟ لأن هنا انت هنا بتتكلم على sentence جديدة خالص، sentence ملهاش أي علاقة بالسنتنس اللي قبلها. كان في حد قال لي طب ما احنا ممكن نحط سيمي كولن. سيمي كولن احنا we connected two sentences relate to each other. لكن هنا بيقول لك if it's upon green field less water will be needed. هنا he start talking about food او the food the horse eat. ف this is a new sentence. ف once ان انت started a new sentence you have to put a full stop. تمام. نيجي لنمبر 5. بيقول لي to make this paragraph more logical sentence 4 should be placed. السؤال ده بيعقد الطلب، ودايما بنلاقي عليه نيجاتيف كومنتس كتير قوي. انا ما بعرفش اقرا، انا مش بعرف احل السؤال، ما بعرفش اعمل لينك بين السنتنسز الى اخره. فهنحل السؤال ازاي؟ هنا بيقول لي sentence 4. تمام. هو عايز يحرك sentence 4، فلازم تبدا بسنتنس 4 تشوف المين ايديا بتاعتها ايه، ونبدا نشوف التشويسز بتاعتنا ايه. يعني هنا بيقول لك في سنتنس 4 اهي this varies somewhat upon the character of his feet. يعني بيقول لك ان ده بيختلف على حسب الحاجه اللي هو بيحب ايه ياكلها او بياكل ايه. تمام. يبقى هنا mainly sentence number 4 it talks about the type of food the horse eats. هنقرا بعد كده عندي sentence 1 sentence 2 sentence 3. you're gonna read all these sentences وبعد كده هتشوف which is the closest idea ونعمل لينك معاها. تعال نشوف بقى sentence number 1. اهي 1 بيقول لك considering first the quantity of water required by the horse, it may be stated that when our animals have access to water continually they never drink to excess. طيب لو لاحظنا هنا هنلاقي ان sentence number 1 it talks mainly about ايه؟ the quantity of water. وهنا في sentence number 4 لما قريناها لقيناها ان هي بتتكلم على type of food. فبالنسبه لي هنا it's not close idea، فهستبعد خالص sentence number 1. طيب نقرا number 2. بيقول لك where the horse subjected to ship voyage or any other circumstances where he must depend on his attendant for the supply of water. يعني لما بيتكلم هنا على ان الحصان لما هيكون هيعمل رحله او تريب معينه او كده، فده بيعتمد على يعني ان احنا لازم نعمل له سبلاينج بايه؟ بكميه معينه من الووتر، او لازم الظروف تبقى مهيئه ان هو يقدر يعمل التريب دي. يعني لازم يبقى فيه enough water enough food and so on.
ومينلي برضو هنا اتكلم على water في sentence 2. تمام؟ فبالنسبه لي sentence 2 برضو هتبقى wrong choice. طب تعالى نقرا sentence 3. بيقول لك if it's upon green feed less water will be needed than when fed upon dry hay and grain. بيقول لك هنا if it's upon green feed يعني لو هو هيعتمد اكتر على الاكل اللي هو الحشائش يعني او الحاجات اللي هي الخضراء، الحشائش الخضراء، less water will be needed. طبعا كل ما هياكل green food او اللي هي الجراسز او الحاجات دي هيحتاج less water، لان طبيعي الجراسز والحاجات دي اصلا بتبقى فيها كميه من الميه. فبيقول لك هنا if it's upon green feed less water will be needed than when fed upon dry hay and grain. يعني لو كل green food هيحتاج less water عن لو كل ايه الحبوب بقى والحاجات اللي هي الدراي اللي هي الحبوب والحاجات المجففه. ماشي؟ هنلاحظ هنا ان السنتنس دي برضو بتتكلم على ايه؟ على الفود. والسنتنس بتاعت نمبر 4 برضو بتتكلم على ايه؟ على الفود. فانا عندي هما دول التو سنتنسز اللي ماشيين مع بعض، فطبيعي ان انا هقول ايه؟ before sentence 3. هقول بقى before 3 يعني هقول الاول this varies somewhat upon the character of his feed، ده بيعتمد على نوع الاكل اللي هياكله. بعدين هقول if it's upon grainless green feed ف if he eats او if it eats green food he will need less water. فعشان كده هقول ان هي قبل sentence 3. يعني sentence 3 هتبقى general idea تمام، وبعد كده هستخدم بعديها sentence 4 هتعمل لي specification هتشرحها لي بقى اللي هو هيعتمد على على طبيعه الاكل، واشرح لك بقى هي ليه بيتكلم على which point او which type of food he talks about. نيجي على سؤال نمبر 6. طيب واضح قوي ان هو سؤال proposition. بيقول لي the time of giving water should be carefully studied while rest, at rest, on rest, in rest. تمام؟ طيب المفروض انا هنا هقول لما اجي اتكلم هنا هقول لك انه while، لو هقول while فتيجي بعديها ing هقول لك while resting. تمام؟ وانا هنا لو قلت at rest فانا بديك نفس المعنى، يعني I'm saying that the same meaning لو قلت while resting. فهنا بالظبط كاني بقول لما اقول at rest فكاني بالظبط بقول while resting the horse should receive it at least 3 times. هنا بتكلم على a specific point فهقول هنا at rest. in و on هتبقى correctly grammatically incorrect. نيجي بعد كده على نمبر 7. بيقول لي السؤال زي ده تعرف هو عايز ايه ازاي؟ هتقرا التشويسز الاول وتشوف ايه المختلف فيها. يعني هنا بيقول لك the small rule should be to give it in quantities and often. تحس ان الجمله كده كستراكشر doesn't make sense، فيها حاجه غلط. The rule should be to give it in quantities and often small. The rule should be to give it in small quantities and often. The rule should be to give it in often quantities and small. هنلاقي ان كلمة quantities و small هما اللي متغيرين في معظم في كل choices. تمام؟ طيب أنا هسألك سؤال. لو أنا جيت دلوقتي عايزة أقول لك I need quantities of something، محتاجة كميات من حاجة معينة. طبيعي جدا ان انت you are going to ask me الكوانتيتيز ايه؟ you need large quantities or small quantities. فطبيعي ان انا هقول لك يا large يا small. تمام؟ طيب انا هنا عندي كلمة small ماشي في السنتنس هنا كموديفاير، هنا بتديفاين ايه؟ بتديفاين rule او بتعمل موديفاي لكلمة ايه؟ rule which is totally wrong. فمش هينفع خالص تبقى no change. تمام؟ The rule should be to give in quantities and often small. طب small هنا modify مين؟ small اللي جاي في آخر السنتنس دي بتموديفاي مين؟ فعندي هنا B wrong choice. The rule should be give it in small quantities. أنا عندي هنا كلمة small عملت modifying لكلمة quantities.
يبقى هنا هتبقى في التشويسز الباقيه عندي misplaced modifier، لكن هنا small عملت correct modifying لمين؟ لكلمه quantities، فتبقى الاجابه letter C. يبقى شوفوا احنا حليناها ازاي. هو في ناس اتلخبطت فيها، بس انت المفروض هنا ان انت بتشوف الموديفاير هنا، الادجكتيف دي بتموديفاي مين؟ بتديسكرايب مين؟ it should describe the word quantities. واحنا اتفقنا قبل كده في درس الموديفاير، احنا قلنا ان الموديفاير should be before او after the word it describes. يعني الموديفاير والword اللي بيعمل لها description لازم يبقوا beside each other. تمام؟ فهتبقى الإجابة letter C. Question number 8. Question number 8 ده يعني كان كذا حد برضو كان اتلخبط فيه. هنا بيقول لي عندي كلمة extreme، عندي كلمة many، multiple و excessive. نقرا sentence ونشوف. بيقول لي the danger then is not in the first swallow of water, but it's due to the extreme quantity that the animal will take when warm if he is not restrained. بيقول لك هنا الخطورة مش هتبقى هو في أول ما بيبلع، هو الخطورة بتبقى في الكمية اللي الحيوان هيشربها. تمام؟ هنا بيقول لي extreme quantity، وعندي many وعندي multiple وعندي excessive. خلينا فاكرين حاجة ان many و multiple دول بيجوا with plural words، يعني دول should followed by plural words. تمام؟ يعني ممكن اقول لك many students multiple choices and so on. ماشي؟ فهنا بيقول لي quantity، والquantity هنا singular، فانا في B و C wrong choices. نيجي بقى عندي extreme وعندي excessive، انهي واحدة فيهم هتبقى اصح؟ طب هو what do you mean by the word extreme؟ extreme بيقول لك the highest degree أو the high degree of something، يعني القمة من حاجة معينة. يعني أقول لك مثلا the weather was extremely hot، الجو كان حر جدا. تمام؟ طيب what do you mean by excessive؟ excessive دي يعني معناها more than enough، more than you need، ودايما بتدescribe something negative. يعني أقول لك مثلا إيه؟ he drinks excessive amount of coffee، بيشرب قهوة كتير جدا، فدايما بتتكلم على حاجة negative. لكن extreme أنا بتكلم على degree of something. أوكي؟ فبالنسبة لي هنا هتبقى، بما إنه هنا بيقول لي the danger وبيتكلم على حاجة already negative، فهتبقى كلمة excessive هي الchoice الصح. تمام؟ اللي هو due to the excessive quantity، اللي هو more than enough quantity من الووتر. تمام؟ نيجي على question number 9. هنا بيقول لي which sentence best introduces the paragraph. طيب شايفين كلمة introduce دي؟ أول ما نشوف كلمة introduce هنا هو عايز introduction للباسج، فأنا المفروض إن أنا هعمل إيه؟ You have to read ده اللي هو أنا هنا بيتكلم على question number 9، فأنت المفروض تقرأ الباراجراف. أوكي؟ عشان تشوف which sentence will be the best introduction to the rest of the paragraph. يعني أنت هنا هتقرأ الإيه؟ after from يعني number 9 and the sentences after. ماشي؟ بيقول لك هنا it may not be necessary to add hot water, but we should be careful in placing water troughs about our barns. We should position them in such a way that the sun may shine upon the water during the winter morning. هنا بيقول لك مش من الضروري ان انت add hot water، بس لازم تبقى careful. ماشي؟ وتكون حاططهم في مكان بحيث ان اشعة الشمس تكون نازلة عليها، بالذات يعني especially in the morning in the winter mornings في الشتاء. In this way she could get warm. ففي الحالة دي هتبقى المية دافية. تمام؟ طيب خلي بالك هنا انه قال لي ان هو مش هيقاد hot water، بس هو هيخلي الصن هي اللي تعمل warming للايه؟ للووتر. تمام؟ تعالوا بقى نقرا التشويسز ونستبعد كل الحاجات الانريليتد ونشوف هنختار ايه.
بيقول لك ice cold water should never given to horses. ما ينفعش خالص الحصان يشرب ميه ساقعه. The water that is used so largely for drinking purposes for stocks throughout some states cannot be impure. During rains, these basins become filled with water. يعني في المطر الحاجات دي هتتملي هتتملي بالميه، او اللي هي الباولز او الحاجات اللي بيحطوا فيها الميه. Pure water is clear and is without taste or smell. الميه النظيفه دي ملهاش لا طعم ولا ريحه. طيب هنبص هنا، احنا we didn't talk about rains, we didn't talk about pure water. تمام. لكن هنا اتكلمنا عن ايه؟ ان ال sun should warm the water. فده معناه ايه؟ معناه ان ال ice cold water should never be given to horses. انا ما ينفعش اديلهم ميه ساقعه، بس في نفس الوقت هخلي الشمس هي اللي تخلي الميه دافيه، مش انا اللي هحط لهم hot water. تمام؟ It's very easy. يعني انا نفسي اعرف الجدل اللي بيبقى على الاسئله اللي بتبقى من النوعيه دي، هو بس ان انت تقرا وتفهم السنتنس، تعمل لها اناليسيس بسيط وتعرف وتستبعد الحاجات الانريليتد عشان تعرف تحلها صح. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي for ونور وسنس وبut. It may not be necessary to add hot water. تمام. But we should be careful in placing water troughs about our barns. هنا بيقول لي انا مش ضروري احط hot water، لازم انا ابقى careful. تمام. وبعد كده قال لي should position them in such a way، يعني انا مش هحط ميه سخنه، بس لازم احطهم تحت الشمس عشان to be warm. فال contradiction word but will be the correct answer. لا تنفع for ولا nor ولا sense، لان انا عندي هنا two contradiction sentences، واحنا اتفقنا قبل كده ان في الكونتراديكشن او لما يبقى عندي سؤال زي linkers، اي linker احنا we have to read the sentence before and the sentence first عشان نشوف الفانكشن بتاعت الورد بينهم هي it's correct ولا incorrect. فهتبقى no change. and the last one ماشي، ده طبعا she it he they. هنا بيقول لي in this way she could get warm. طب هو he talks about water، فطبيعي جدا ان انا اقول له it، هتبقى الإجابة at. دي كده احنا حلينا passage writing كاملة. تمام. من امتحان May 2023 و I think ان هي it's very easy وما فيهاش اي حاجة